ايوا العدوزه الحراميه اللي قالت لك مسكينه باغا تطلقني من ولدها، كان كيسحب ليها راسها واخده خريجه. قالت لهم والله العظيم يا ما غضرب عندي شهر حتى غتهج لابسها وما غتعرف راسها فين غتزيد. ساعه وليت انا هي الراي وانا هي الشوار، ولات عدوزتي اي حاجه بغات ديرها هي البنات كتشاور معايا، وليت انا هي يديها لي من في الصغيره والكبيره. بغيتو تعرفوا شنو درت؟ لا لا البنات، ما انا ديال التناسيف ما انا ديال المضاربه، دخلت بواحد الحيله حايله اللي ولات عدوزتي حاطاني في يديها وكتهتهت بيا كدور عند العيالات اللي قالت لهم النهار الاول غنطلقها من ولدي، ولا تقول لهم غا ولدي اللي تزوج في الدنيا ولا حيد بالك. نبدا لكم في القصه ديالي البنات، معكم حنان. والقصه ديالي غتبدا من نهار حليت عينيا في واحد الدار اللي كانوا ساكنين فيها العمام ولاد العمام، اللي كانت ساكنه فيها ميمتي. وراكم عارفين الدار اللي كتكون عامره بالعمام ولاد العمام كتكون فيها الفتنه يا البنات. هادي تهضر في هادي، وهادي تلاقي السلوك لهادي، وهاديك حادقه ومحقوره، وهاديك حاضيه غا المينيكير والبيديكير. وحده معروفه بالشقه والنقا مسكينه ودايزه عليها الدكاكه، وحده كتعرف عراسها ووليداتها. وحده مسكينه ما عندها ما على بالهاش يشدوا ليها وليداتها ويضربوهم ويسلخوهم، والاخرى تحط يدك على ولدها ولا بنتها والله تتقطعها لك. كبرت في واحد الدار اللي عرفت فيها اش غادي نقول لكم بنادم اش كيسوى. انا كانوا عندي 6 ديال العمام، وكانوا مزوجين والدار ديال جدي كانت كبيره، كنا حنا ساكنين واحد العائله كاملين، يعني عمامي وداكشي كلهم جدي كان عطيهم بيس وساكنين. والحمد لله كنا كابرين زعما وغاديين مع الوقت فعلا. هذيك العيشه ودوك الظروف اللي عشت انايا تما، عرفت بنادم طين وحجر كيف ما تيقولوا. عرفت ان راه كاين واحد الانسان اللي كيكون مسكين ظريف راه كيدوز عليه الدكاكه ديال بصح. وعرف ان هذيك النوع اللي كتكون فزعيه وكتكون خايبه، وكتلقاي بنادم كيهضر فيها وكتقول لك بحال واحد مرت عمي انا راه كانت خبيثه، كانت لسانها سليط، راه عرفتي راه كانت قبيحه بزاف، راه كانوا العائله كاملين كيعيروها. تقول لك ناري هذه قبيحه ويلي كي دايره ما تجمع ركانيها ما دير. ولكن ان فوا كتدخل كيتضرب لها 1000 حساب. البلاصه المخيره تيبركوها فيها، الكلمه الطيبه كتقال ليها، الخلاوه الحاجه المخبيه كتحط ليها. علاش؟ لانها عارفينها لسانها سليط وقبيحه. وهذيك اللي كتلقايها دريويشه وحويدقه وما كتخلي ما كدير، بحال واحد مرت عمي مسكينه سميتها حليمه الله يذكرها بالخير، كانت دريويشه هي البنات ما نقولش لكم. وكانوا ولادها مساكن كيف ما هي محقوره، وليداتها كانوا محقورين في هذيك الدار. وكانت كتضل على الشقه والنقا، ومسكينه هي الاخرى كتجي تاكل في الطبسيل، ودائما كتسمعها ناقصه. هذيك راه حليمه ديما محقوره. مثلا نخليو شويه الحليمه وتي راه حليمه وقت ما جات تاكل تسناو حليمه تجي تاكل تي هذيك راه حليمه ديما كانت هذيك العاء ديال الحقره راعه حليمه دائما كانت مسكينه محطوطه عليها. المهم البنات، كبرت في هذيك الدار وبقيت غاده وانا خلاوه كنتعلم حروب النساء وكنقرا كنعرف بنادم شنو كيسوى من عينيه. ايوا دابا بين عرفتكم على الاجواء اللي كبرت فيهم غتعرفوا هاد البنيه كيفاش غتطلع. طلعت هي البنات البيبه، طلعت حكيمه، طلعت كنعرف بنادم ان فوا كيوقف حدايا الشخصيه ديال بنادم كنعرفوا شنو كيسوى. هذه خطيره وباغا على من تنصب، هذه دريويشه وبنت باب الله، هذه بوهاليه وحاجه ماشي ديالها، لا هذيك مطوره ومجبده. الصراحه عرفت النماذج ديال الناس مزيان، وكنت البيبه وكان لساني حلو، وكنت غادا جنب الحيط ما نكذبش عليكم، ما كان عندي لا مع صداع ولا مع مشاكل ولا، كنت داخله سوق راسي وكان لساني حلو يا البنات. شتي تهضري معايا ناكلك بهضرتي. انا كنت زويونه شويه مقيبيله، ما نقولش لك انا كنت ايه في الجمال، كنت عاديه ماشي شي زين، ولكن ملي كنبدا نهضر معاك صافي دغيا كندخل لك في خاطرك، كنت مقيبيله الصراحه. المهم بقيت هكا اليوم غدا حتى لواحد النهار هاد واحد ولد عمي جا عنده واحد صاحبه، بقى كيجي عنده اليوم غدا للدار، كل مره يجي يعيط عليه وانا كنكون هكا خارجه نتسخر، ولا كتلقيني كنشار، ولا يشوفني هكا من الشرجم، ولا صافي السيد بقى كيحط عليا عيني اليوم غدا. الصراحه ما طلب من عندي لا نمره التليفون لا حتى حاجه، غير هضر مع ولد عمي قال لي راه عجبتني هذيك البنت اش كتجي، قال لي بنت عمي هذيك، قال لي راه بغيتها للزواج الا كتب الله. قال لي حنان الله يعمرها دار، قال لي راه ما نكذبش عليك الصلاه والعباده وداخله سوق راسها وهذه. قال لي الصراحه عجبتني وما كرهت زعما نوي مع الحلال. قال لي مرحبا خويا. هاد صاحبو كان هو خدام وكل شيء، مشى هاد صاحبو هدار مع ميمتو غتعكاس من بعد، انا عاده غنعرف هاد الفيلم كامل. وبقى معاها 3 شهور والدري كيطلب فيها، عاده وافقت. المهم وافقت، جايه ديك منفخه وتقولي جايبه ليا ولي العهد، تقولي ما عرفتش جايبه تخطب ليا.
جايه منفخه وما حاملاش وهازه راسها للسما وما نقولش لك. دخلات بحال هكا، وانا كيف ما كنقول لكم عندي العمام وعندي عيالات العمام وعندنا بربوج يا البنات وعندنا الدراري صغار الدراري صغار وشي نقص لها فوق راسها شي دوز من جب. المهم الجو مكهرب، هي السيده جايه اصلا ما حاملاش الوضع، ومنين دخلات زادت كرهاس. عندي واحد مرت عمي ما تهضريش لها مع ولادها، تهضري لها مع ولادها تقطعك تاكلك، قبيحه قبيحه قبيحه. وولادها جنون يا البنات اجنون، وحاطين داك الطبسيل ديال الحلوى. المهم حتى حنا درنا داكشي بريستيج الحلوى، درنا لي غاطو ديال باتيسري، درنا من هنا من هنا من هنا، وعاد درنا العشاء ودرنا. المهم انا كندوي لكم على الكاطو. عرفتي اش داروا البنات لداك الكاطو؟ عرفتي اش داروا؟ ويدوروا ويجروا في الحلوى. واحد ولد عمي هيش والبعلوك باقي صغير وما مأدبش وما تقدريش تهضري معاه، شي تهضري معاه طليق موخا. كاينين الناس واخا كلشي يهز هاد الحلوى الحصه ويحط، يدور الحلوى الاخرى يطير لها لوزه ويحط، يدور الحلوى الاخرى يطير لها فانيده ويحط. عسى راه كان قبيح اقبيح ودوزتي عاد دور في عينها وتحضرها، دور في عينها وتحضرها. هذيك حليمه اللي قلت لكم مسكينه تحط في الصواني ودير الصواب وتضحك معاها مسكينه ودير منها. المهم سيت هي مصوابه ومأدبه كي دايره لاله مرحبا بك، مرحبا بالطريق اللي جابتك، مرحبا بهذه. هما تعاملوا معاها مزيان، ولكن من شاف داك بوربوج وداك اختي ولاد عمي هيوش، نهضروا صراحه ولاد عمي ما مأدبينش. شافت داك الجو الداخل كثر من الخارج، والدار كما كيقولوا راك عارفه دار الورثه فيها الداخل كثر من الخارج وفيها بربوج بزاف. ايوا بقات عا كتشوف ديك دوسي ما حملت الوضع ما قبلاتو. المهم تفاهمنا ولدها فرحان وبين لي درست العقل. دخلت انا بواحد القفيطين خنزرت فيه بحال هكا، قلت لها في خاطري مالك يا خالتي، وخالتي تتعاملي زويره على النهار الاول حنينتي. المهم ما حملتني ما قبلتني انا. المهم درت بحال ما على باليش، دخلت جلست حداهم سلمت عليهم وهادي تفاهموا. قال لهم ولدها زعما امتى العرس ويدور عنده. قالت لي مالك زربان باقي الحال، حنا دابا النهار الاول ديال التعارف باقي الحال. عرفتي من شاف داك الجو ما عجباش الجو ما بغاش تسرع. قال ليه ولدي كيف ما قالت امك راه باقي الحال، با تا هو ما عجبوش الحال. قلت لكم قال لهم با انا بنتي راه مازال باش على باقي الحال، وبنتي يلاه كتقرا في لافاك يلاه غتبنى مستقبلها، هذا راه غير التعارف. ايوا ما بقات كتشوف قالت لي واللي درتو ناض هاد راجلي قال ليه شوف انا زعما بنتك انا باغيها على سنه الله ورسوله، نتكاتبوا ونديروا العقد ديالنا والعرس يكون حتى الصيف. اشنو قلتي؟ با بقى كيشوف دار عندي قال لي شنو بان لك بنتي؟ انا كنشوف في الدري ما فيه ما يتعب صراحه زويون. زعما هو معقول وخدام وكل شيء. ولد عمي قال لي شوفي الا تقلتي الدر راه ما ديتي حتى شي واحد. قال لي هذا احسن واحد في صحابي، راه ما فيه فساد ما فيه بليه ما فيه، زعما راه راجل اللي كتمناه كل مرة. صافي انا شت عييت قلت بالي ولد الناس، قلت لي صافي اللي درتي، قلت لي صافي الا كان ولد الناس مرحبا. قلت للبا اللي درتو صافي. با قال لي واخا. حددنا الموعد ديال التكاتيب وداك الشيء، مشاو الناس في حالاتهم. من بعد غنساق اخبار انه ضارب مع مو ما بغاتنيش، وقال لها دابا حنا مشينا خطبنا وانا صاحبي هذاك وبغيتي تضحكيني على صاحبي. مو قالت ليه والو، باينه ما مأدبينش، باينه شو كي الدراري صغار. قال لها الدراري صغار اصلا ماشي خوت هذوك راه ولاد عمها، شي غتدخل في ولاد عمها صافي نهار ديزو هي انا غنجيب المراه للدار ملي غنجيب ولاد عمها وهادي. المهم مو بزز باش قنعها. صافي تكاتبنا اتفقنا داز داك بقيت كنهضر انا وياه في التليفون مورا التكاتيب، عطيتني النيميرو التليفون ديالي كنهضروا. السيد ظريف ما فيه ميتعب الصراحه. وانا كيف ما قلت لكم كنت لبيبه وكنت مقبوله وكنت كندخل غير دخلت زعما بصفونيه وكنت ضحوكيه، وهذه السيد عجبته ودخلت ليه لقلبه. المهم البنات صافي اتفقنا على كل شيء. جا الموعد ديال العرس، درت واحد العراسيه كبر بيا الصراحه ما تسوقش. المهم درنا عراسيه زوينه. ايوا هزني قال هو النهار الاول قال لي قدام الوالد ديالي، قال لي شوف انا راني خدام، قال لي ولكن باش نقول لك عندي شي امكانيات انني نكري على برا، راه زعما انا خدمتي غتكفي بنتك وغتهزها زعما مخير، ولكن باش غادي نكري والدار غير زعما الدار غمس ما فيها حتى شي واحد، دارهم فيها غير المهم سبوح هذا. قال لي الوالد ميت، خواتاتي مزوجات، قال لي راه كاين غير انا وكاينه الوالده ساكن معاه. قال لي اصلا ما نقدرش نخلي الوالده بوحدها. قال لي لا، قال لي باش قلتي قلت ليه اللي بغيتو. انا صراحه انا كنت عارفه راسي زعما من ناحيه الحداقه انا حادقه، كنقول اشنو هذا المشكل اللي غيكون عندي مع هاد العدوزه. الا كان مشكل ديال الحداقه انا راني حادقه ونحنتها. كان مشكل ديال زعما شنو الظرافه انا ظريفه. الخروج غتقول لي ما تمشيش هنا ما تمشيش هنا، انا اصلا ماشي من داك النوع اللي كنديع، ولا انا اصلا بيتوتي وعز عليا الدار، يعني كنقول راه ما نلقى معاه حتى شي مشكل. انا هكا فكرت. ايوا صافي المهم تزوجت بهذاك الراجل، دوزنا عريسنا دخلنا مشينا لدويرتي.
عنده هو مع ميمتو. غنبداو في الحياه الزوجيه. العدوزه ديالي لقيت كيف ما كيقولوا سنانها دم عليا، عرفتي ما حاملانيش وباغا منين دوز ليا. من النهار الاول كتبين السيده في العيب ديالها. المهم انايا دخلت في الصفاونيه، دوزنا داك النهار. الغد اللي جاب عائلتي جابوا لي الفطور، دوزنا الفطور، صافي غندخل مع دوزتي للكوزينه. الغد اللي هنات المهم بعدا كنا سافرنا، يا ربي سافرنا واحد 4 ايام، وهذا صافي رجعنا 4 ايام اللي كنا سافرنا واحد 4 ايام. مشينا لواحد المدينه، دوزنا ديك 4 ايام في واحد لوطيل صافي، ورجعنا في حالاتنا. رجعنا الراجل تا هو ما كانش شاد كونجي كثير، دخل الخدمه، وانا بديت انا وعدوزتي في الحياه الزوجيه. ما انا قلت لي صافي غادي نحبس زعما، لانني كنت لافاك، انا ما كنتش شي قرايه زعما، كندير طريق لافاك وكنجيبها بحال قلت صافي الراجل صافي بغيت نتزوج ونولد وليداتي. انا ما كانش عندي واحد الهدف نقول لكم كنت قرايه وكنت باغا ندير انا اصلا كانت قرايتي على قد الحال. المهم البنات قلت لكم صافي بديت في الحياه الزوجيه مع ديك العدوزه. كنوض الصباح كندخل معاها للكوزينه، اش بغيتي يا خالتي اش بغيتي، وديك العدوزه عام منفخه، وديك العدوزه تقولي ما عرفتي شنو، واش تقولي عاطيني ولي العهد، وانت ما عرفتيش عاطياني ديك العدوزه، وهي شنو راه مزوجه بولده عادي، يعني انسان عادي. ولده ما نقولش لكم خايب، ولكن هو ما فيه ميتعب، راجل بمعنى الكلمه، مقيبيل وهادي، ولكن ماشي حتى لديك النيفو يعني كترعدي على ولدك بحال هكاك. صافي السيده ما حملتنيش شي لبس شي. المهم النهار الاول قلت لكم دخلت معها الكوزينه، بقات عليا جمعي هنا ديري هنا ديري، كتعامل معايا بحال شي خدامه، ماشي كتضرب شويه، ماشي عافاك بنتي ديري لي هادي ديريها وانتي فرحانه، جمعي لي معاك هذاك البيت اللي لهيه. كنوض نجمعو، كنسالي جميع، كنمشي عندك نقول لها خالتي سالي الجميع، واخا ساليتي جميع غتبقاي تفرجي فيا، دوزي لهاد الماء نغسليهم. كنقول لها يا خالتي لا زعما واش بغيتي شي حاجه اخرى ندير لك، ما هادشي راه باين. كتقول لي ديري منين باين ديري. نغسل الماعن، نمشي نبدا نقي معاها خضيره، ونبغي نجبد لها لسانه. ايوا خالتي اش كتعاودي، كتقول لي واش كنعاود هادشي كتشوفي فيا انا لاصقه انا وياك في الدار، اش كنعاود زعما. كنقول لها ما كرهتش زعما نتعرف عليك كثر، زعما ندير انا وياك نهضروا نتحاكاو. كنقول لها شوفي خالتي شتي انا راه ما ديرينيش مرت ولدك، ديريني بنتك. كنقول لها انا زعما نبغيك تكوني بحال ميمتي، واللي ثقالت عليك خففت عليا، وهي تشوفي وتقول لي عمر العدوزه ما كتكون بحال الام، ومعمر العروسه ما كتكون بحال البنت. عطات عليا هكا، هي البنات ما صيفطات عليا ما حد. قالت لي شوفي انا هنا عدوزتك غتحتارميني، وانتيا مرت ولدي ليا بالتيقار. قلت لها هات هذا نظر وتا هذه هضره. صافي يجي ولدها تبدا تحتت هي ولدها تبغي تقول لي شي حاجه، تبدا ساكته تنوض، انا عاده نهضر معاه. المهم كانت كتبين دوك الحركات الخايبين، وانا كنت كنقول معليش نسلك، انا كنت معاها معليش نسلك. السيده تشوفني كنماكي تبدا تغوت، تبدا تنفخ، لاش كتماكي. كنقول لها خالتي كاين انا وانت وولدك في الدار، ما معنا حتى شي راجل، علاش ما نماكيش؟ وانا يا البنات راه ما كانش عندي مع شي حاجه سميتها المكياج في دارنا، راه ما قلت لك ندير لا مكياج حتى حاجه. ومنين تزوجت بغيت هكا نبدا نماكي راجلي، نطلق ديك الانوثه ديالي، راكي مزوجه اختي وراني عروسه جديده وكنبغي نبان. وديك العدوزه قالت لك الا ماكيتي ويلا قلت قاديتي هاوجي، ما حملتني يا البنات ما قبلتني. المهم انا بان لي ان داك الشيء زعما ما هواش، ولكن كنقولها خليني نسلك. جات عندها واحد اختها وبنتها، والمشكله هاد بنتها هادي هي اللي كانت باغا عدوزتي لولدها. المهم جات ودخلت شدتها وعنقتها، كي دايره بنيتي يا ساره لاباس عليك ساره، والله يا بنتي تخيلوا قدامك انا مشيت عمرت كويس ديالها تاي جيت حطيت لي قسم الله، وجات المسيمنات مع قالت لي راه غتجي اختي، وجات مسيمنات الحلوه ديجا كنت موجداها. المهم انا حلقت على ديك الطبيله وقاديت، جلسنا هكا كنكب في اتاي، وهي تشوف فيها وتقول لها الله يا ساره يا بنيتي شحال غزاله، انت هي اللي تمنيتك تكوني عروستي. درت فيها بحال هكا وسكت. واختها ومن اطيب خلق الله موت هاد البنت، كتشوف هذاك المنظر وما عجبهاش الحال، وهي تغمزها، وتخيلي عيني جات في عينها، غمزتها بحال هكا وتشوف فيا وشافتني غمزتها تحرجات، غمزتها زعما قالت لها سكتي حشومه هاد الهضره ما كتزياش. وعلى عدوستي حشمت، وعلى عدوستي مرقت، ونهائيا البنات شات فيا تقول لها مالي قلت شي كلمه العيب. قالت لها انا كنت غنحماق على ساره. ايوا ولكن الدراري اش غنديروا، الله يهديهم، الدراري ما كيسمعوش بحال هكا يا البنات. كنشوفها وكنقول ويلي تي هادي جي الرئاسه للدرجه هادي. دابا انا كنشوف وكنقول دابا هادي اني لا تفارقت مع ولدها،
انا اللي غنخرج خاسره، انا يلاه تزوج انا غنخرج خاسره. اما هي راه تزوجات ودارت ولادها. بقيت كنفكر وكنقول دابا انا خاصني شي حيله حايله كيفاش غنتفاهم مع دوزتي. راه اسهل حاجه هي انك تناسفي وتقباحي وتبيني قباحتك، هذيك راه اسهل حاجه. ولكن انا ما بغيتش نمشي لهذيك الاتجاه بكل صراحه، انا بغيت نمشي لشي اتجاه زوين. انا كيف ما قلت لكم في الاول ديال القصه، انا واحد الانسان لبيبه، انا ظريفه، انا داخله سوق راسي وما عندي لا مع الصداع لا مع المشاكل. اما هادشي ديال حروب النساء وديال القباحه وديال هادشي راه دوزتو في دار جدي. راه كاين شي عيالات عمامي، راه ما نقولش لك، راه النار شاعله. كانوا قباح لواحد النيفو، ما كاينش اللي كيقدر يهضر معاهم. كنقول لك كانوا قباح. ولكن انا ما بغيتش بحال هكا، انا دوزت بغيت نخلي بيني وبينها علاقه زوينه. المهم بديت كنلبس، تشوفني قلت لكم ماكياج، تجي تعايرني تقول لي ما تماكيش، كنحيد المكياج، نلبس شي بيجامه، تبدا ديك العدوزه تغوت، تبدا تنفخ، تبدا دير اي حاجه درتها عدوزتي كتدير. انا شو وليت كنقول، راه هادي راه 100% غيره مني، هادي راه دقه الغيره. ما يمكنش شي عدوزه تعامل بحال هكا مع مرت ولدي ما كانتش غيره منا. وانا نقول اجي في عوض ما نوضها انا وياها ونتشابكوا ونبداو نتغاوتوا ونوليو في المشاكل، وراجلي تا هو انسان درويش وما يستاهلش، غيولي ما حيلتو لمو ما حيلتو ليا. عزلني انا راه مصيبه، غياخذ الرضا. عزل عدوسي غيطلق مني عاوتاني مصيبه اخرى. اللهم الراجل تا هو نحطو الوسط، مي مسكين ما يبقاش في المشاكل. قلت عرفتي اش غندير، اجي نتقرب منه واجي نتصاحب منه، وكاع هادشي اللي غيجيب ليا الغيره مع دوسي ما عندي ما ندير به. شنو وليت كندير انا في الاول؟ كنت كنتجابد انا وياه. مثلا تقول لي بدلي ديك البيجامه، كنقول لها علاش خالتي غنبدل البيجامه؟ البيجامه عاديه ما فيها والو، علاش غنبدل انا هاد البيجامه زعما عادي. شو وليت كندير؟ وليت نشري شي بيجامه زوينه، تبان ليا بيجامه زوينه، ما ناخذش وحده، ناخذ جوج، وحده ليا وحده لها. وكنمشي كنلبس، كنعطيها ديك البيجامه، كنقول لها خالتي راه خرجت اليوم القصريه، راه شريت بيجامه ليا وبيجامه لك. كتبقى تشوف كتقول له ولاد الزبله، انا كنضل نحك فيها ونعطيها في القميع وفي المعيور، وهي كتعامل معايا بحال هكا. السيده بدات كترطاب. المهم شدت ديك البيجامه، كتقول يا ويلي بنيتي باغا تضحكي عليا الناس، واش انا غنلبس هاد البيجامه؟ كنقول لها ويلي خالتي على مالك ما تلبسيش هاد البيجامه؟ قسما بالله خالتي تا باقا صغيره وباقا زوينه وباقا ويلي عرفتي انا كنعرف شي عيالات وتي راه بنتها كتباني. كنقول ليها وتلبس لك الرومي وكتلبس لك وصابغه لك الشعر، ويلا خالتي على مالك لبسي البيجامه كتجيك زوينه لبسي. كتقول لي انا مع عدوستي كانت مرا كبيره وكتلبس داكشي ديال الكبار، تلبس قنيضرات كبار طوال، تلبس القفيطمه الطوال، كتلبس داكشي اللي كيلبسوا العيالات المغربيات، داكشي طويل زعما انيق وكيجي معاهم طويل مسور. انا كاش وليت انا بغيت، حيت انا باغا نلبس بيجامات مقزبين. عدوزتي باش غتمنع عليا اجي نلبس انا وياك، لالا نتكرزوا في هذيك الدار، ياك ما كاين لا راجل لا والو، مرحبا. صافي هادشي اللي وليت كندير، تلبس وتقدر تقول لي ويلي بنيتي وغيدخل ولدي. كنقول لها ويلي انت قلتيها ولدك على مالو براني عليك، خليك خالتي تتي تباني. صافي السيده بدات كتليان معايا وبدات كترطب. اش وليت ندير لها؟ نبغي نصبغ شعري، نمشي عند خالتي، كتقول لي نعم، كنقول لها راه شريت الصباغه ليا ولك اجي نصبغو. كتقول لي ويلي بنيتي انا قد هكا نصبغ. كنقول لها انت ما تقيش تقولي لي قد هكا خالتي، انت راك باقا صغيره، واش انت مات راجلك حيت هي فعلا ملي مات راجلها خلى لها ولادها صغار وضربات عليهم تماره وخدمات ودارت وهملات راسها مسكينه. الصراحه هادشي علاش انا واخا هكاك ما بغيتش نخسر معاها، حيت كيف ما كان الحال راه حتى انا غنولاد، وحتى انا واحد النهار غيوليو عندي العرايسات، وما نبغيش انا عروستي تتعامل معايا خايب. هي عدوستي ضربات تماره مع ولادها وهزاتهم، يعني ما جاتش من غدا انا غنجي غادي نجري عليها، ما يمكنش، ولا غنفارقها مع ولدها ولا غندير المشاكل ماشي ديالي البنات الصراحه. المهم قلت لكم البنات نمشي نصبغ الشعر ونصبغ لها معايا الشعر، وهذيك عدوستي وولات تشوف عافيه وزوال غدا العيد. مشيت شريت كحيله نشري لها كحيله، شريت صنيديله نشري لها صنيديله، واللي شريتها نشري لعدوستي بحالها. ياك اختي كلشي خارج من جيب ولدها، على مالي اختي ندك شي حاجه غنجيبها من جيبي؟ لا البنات كلشي خارج من جيب ولدها. وخلي اختي حتى هي مسكينه تكسى وخلاها تبرع وخلاها تقاد. البنات حيدوا منكم داك السم. ما نشيتش انا الضد مع عدوستي، ما نقولش الا حكا عدوستي شدت معايا الضد انا غنمشي نتكسى وغندير. انا راه فيا ما مشيت لدارنا ونشري بيجامه ونجيبها ونقول لها راه حكا شرات ليا ماما، حكا شرات ليا. القوالب انا عارفاهم، ولكن واخا انا جبتها وهي كتقول لك ما تلبسيش المزير، نبدا انا وياها مشابكين نضاربوا. لبس انا نتزير انا وعدوستي، ما كان عدوستي، نصبغ الشعر نصبغو انا وعدوستي، ومالي نديرها ميمتي وانا رابحه رضاها وفي نفس الوقت انا شاده راجلي. المهم البنات كنقول لكم بقيت بحال هكا نكونوا خارجين نجرها، هي السيده من شافتني كنتعامل بحال هكا، وهزيتي مرا وحطيتي مرا،
تي راه ولات عتهتات بيا وولات تعيط لي في التليفون البنت وتقول لها الو بنيتي، تقول لها نعم، تقول لها شي مرت ولدك والله حتى كنت ظالماها، والله بنيتي تخرج فيها الخير، وانا راه من البيت كنسمع طلقه ودنيا. كتقول لها شوفي بنيتي قسما بالله راه تشري بيجامه وتشري ليا سماكي لي يدي، وتقول لها بنتي وي بنتها ويلا امي انت لا سماكي لك، لا ما كنتي باقا قد المكياج باقا كتصباغه. قالت لها راه قالتها ليا مرت ولدي، قالت لي شوفي راكي باقا صغيره ماكي وديري بنادم ما غيبغيش الخير. قالت لها راكي باينه 100% ما باغاش ليا الخير، حول مرت ولدي قالتها ليا. ولات شابكه مع بنتها. وما نكذبش عليكم البنات، وهذيك عدوزتي وولات حاطاني فوق راسو وتهاتات بيا، وولات عرفتي شنو صافي انا هي الكل في الكل. المهم وليت كنبغي نخرج بحال هكا مع ولدها، مثلا حنا خارجين شي بلاصه كنقول لها خالتي يلا نخرجوا، كتقول لي والله ما نخرج ولا خرجت. سيري بنيتي خرجتي وراجلك وديري يدك في يديه وضحكي وديري. وهذيك عدوزتي هي ولات راده معايا البال، هي ولات بحال مثلا انايا، مثلا انا متوافقه انا وراجلي، مثلا نقول ليه غنمشي لدارنا، مثلا راه جاي شي حد من العائله وداكشي وبغيت نمشي لدارنا نبرك معاهم، وانا راه عارفه راجلي راه ما غايقولش ليا لا، انا اصلا راجلي واخا ما نتشاورش معاه نجي ونمشي، انا راجلي مفاهم انا وياه وكيثيق فيا. مثلا بغيت نمشي عند راجلي وتا راجلي قلتها لي في الاول، قلت لي شوف راه عدوزتي امك راه اشنو راه بحال هكا صغير من العلاقه ديالنا، وهذه ها انت مره حراج قدامه، مره قمعني لوح ليا كلمه غوت عليا فهمتي، باش تبان انك زعما حاكمني، حيت المراه راه عزيز على ولدها يبان انه قاصح في مرتو وحاكم مرتو. عيبنا واحد ما نكذبوش، راه كتقول لك خص العروسه ما تركبش على الراجل، خاص الراجل ديما، حنا مجتمع ذكوري الصراحه نقولوها من الاخر، زعما حنايا عزيز على المراه ان تشوف ولدها هو اللي حاكم مرتو، و باغ كونطخ كتبغي انها تشوف بنتها هي اللي حاكمه راجلها. معادله ما مفهوماش هادشي اللي كاين الصراحه. المهم قلت لكم انايا كنبغي مثلا نبغي نخرج نقول ليه ها انت انا غنقول لك غنخرج وقول لي لا ما تخرجيش، غنقول لك قدام امك وقول لي لا ما تخرجيش، وهادي نقول لك غنمشي عند مامتي وانا غنطلب امك وهي غطلبك وخليني نخرج باش تبان هي اللي دارت شي حاجه. قال لك كيقول لي تي راه واحد المسخوطه، كنقول لي عافاك، كيقول لي صافي ايوا حتى كنحطوا العشاء وداكشي وكندور عنده كنقول ليه سفيان، كيقول لي نعم، كنقول ليه عافاك راه غدا راه جايه واحد خالتي عند ماما بغيت نمشي عندها نبرك معاها شويه. كيقول لي كيفاش تمشي عند امك وامي انا شكون اللي غيبرك معاها؟ كنقول ليه زعما الا بغيتي اش بالك؟ كيقول لي لا ما كاينش الخروج صافي، وكينوض كياكل دغيا وكينوض، انا كنسد الموضوع معاه كي حتى كينوض هو كنمشي عندك نقول لها ناري خالتي انا بغيت نمشي نشوف مامتي، كتقول لي سير علاش ما تمشيش ويلي على مال هو غيدخل فيك لهاد الدرجه، ايوا صافي جايه 2 سيمانات ما شتيش امك علاش؟ كنقول لها عافاك خالتي طلبي ويلا معايا، كتقول لي والله ما نمشي، سيري بركي راكي موحشه امك وسيري بركي مع امك وتخابري مع امك وتحاكي مع امك وديري. وهذيك عدوزتي وولات هذيك هي يدي اليمين، واش شيت اي حاجه بغيت نديرها عدوزتي هي اللي غطلب لي راجلي عليها، واخا شي حاجه زعما هو انا اصلا راجلي ما تيخسرش ليا، ولكن مثلا شي حاجه اللي فيها ان راجلي غيقول لي لا ولا شي حاجه واثقت ولات هي اللي معاوناني على راجلي. تمشي عند راجلي وتقول لي شوف تخلي الدريه تمشي عند ما، كيقول لها امي واش خطيبتها؟ كتقول لي شحال دابا 2 سيمانات جايه 2 سيمانات ما مشاتش، ويلي حتى حنا بغينا نشدو الدريه تخلي الدريه تمشي عند ما. كيشوفها كيقول لها امي تي اللي النهار الاول ما كنتيش باغا وكنتي تقول لي والله لا دخلت لداري والله. قالت لي هي وليد انا هي اللي ما كنتش باغا وانا هي هذه. قالت لي ولكن داكشي اللي لقيتو في الدريه راه ما لقيتوش حتى في خواتاتك. قالت لي راه خواتاتك حاليا قالت لي كنمشي عندهم، قالت لي ما كيديروش ليا القيمه وما كيديروش ليا الاعتبار كيف ما كديروا ليا دابا بنت الناس هذه. المهم عدوسي بقات بحال هكا، اليوم غدا جينا للوليدات. منين جينا للوليدات عييت نجري والو ما كنولدش. واحد النهار ويز تقول لها واحد جارتها ويلتي عروستك داخله في عامين، حنا دخلنا في عامين ديك الساعه، داخله في عامين باقي ما جابش ربي الولاد، واش عندها شي مشكل ياك معاها كاع الصقعه؟ ايوا ديك عدوسي اش دارت ليها؟ واش نتوما سوقكم وانا مرت ولدي لالا كاع انا عاقره وانا باغاها وانا ولدي باغيها وانا باغا، علاش ما كتدخلوا سوق راسكم؟ شي ديك جارتها باقا الان ما كتهضرش وياها، ووصلت شي ويا البنات لواحد النيفو انا وليت كنفك نقولها خالتي راه ما قالت حتى كلمه، لا قالت علاش تعايرك وتقول لك عاقر علاش؟ وديك جارتها هاد جارتها هي اللي غتفرجها، قالت لها انت اصلا النهار الاول كنتي تقولي عبلاتي تدخل انت انا ما باغاهاش، وعبلاتي تدخل من لهاد الدار ما تكملش شهر والله يا بوها غندوز على العذاب، ما تكمل شهر تولي لابسه جلابسه وما عارفه راسها فين غتصد. قالت لها دابا ضرباتك النفس عليها وليتي كتعايرك، عرفتي وعدو السي ما رضاتش، عرفتي شنو ما تصرطاتش لا،
وهي تجي عندي عدوسي قالت لي شوفي بنيتي، قالت لي النهار الاول ما كنتش باغاك، ما نكذبش عليك، قالت لي انا كنت باغا بنت اختي، وقالت لي وهاد بنت اختها تزوجات من مورا راجلي وما كملات شهر وطلقات. الله اعلم واش مشكل، زعما باش ما نتقلدش واش المشكل فيها ولا في الراجل، الله اعلم، ولكن زعما تزوجات من موراي وما طلقاتش، ما طلقات. قالت لي شوفي بنيتي انا في الاول قالت لي راه ما كنتش باغاك وما كنتش قابلك، كنت كنقول زعما هاد السيده ما عندي ما ندير بها وهادي، وانا بغيت بنت اختي واللي كنعرفو احسن من اللي ما كنعرفوش. قالت لي ملي جيت مشيت لداركم وشت ولاد عمك وشت داك الجو الدار عامره، قلت هادي راه باينه مقرصه. قالت لي ساعه بنيتي نهار جتك خبز ربي في طبقو، مع انايا ترى اي حاجه بحال مثلا انا عجنت والعجينه، انا راه عجينتي انا راه معروفه حادقه، وقسما بالله البنات الا كنطيب احسن من عدوسي، شي انا كنطيب احسن من عدوسي، واللي كيذوق ماكلتي كيشكرني. وعدوسي دائما تعيب حاجه، مثلا نعجن الخبز وتجي عندي تقول لي مال الخبز جا هكا، كنقول لها مالو خالتي كي جا، كتقول لي جا خايب، كنقول لها ياك خالتي، ناري خالتي سمحي لي، وانا راه عارفه خبزي راه جا واعر من خبزها بمليون مره، ما غاديش نجي ونقول لها خبزي حكا انا تنعجن احسن من خبزك، ولا لا البنات شي داك تطرق العينين، طرديق العينين وتخرجي عينك في عدوستك، هذاك شي والله ما واكل، انا نقول لك شي داكشي ما واكلش. اش كندير لها انا؟ كنبقى نشوف كنقول لها ناري يا خالتي ما كنعرفش نطيب، ما عادش غندير، اشنو غندير يا خالتي، عافاك خالتي لا معلميني انا مزوقه فيك. وانا كنقول لكم راه خبزي كيجي واعر من الخبز عدوسي بألف درجه، الطياب ديالي كيجي حسن، بحال مثلا درت مثلا طيبت شي مريقه وكتجي بنينه، حتى من راجلي كيقول لي كطيبي احسن من الوالده، كنقول لها اسكت تسمعك تنحرك. كنطيب مثلا وكتجي وكتقول لي شكون اللي طيب، كتقول لي اش طيبه بنيتي، واش مطيبه برجليك ولا بيديك، كنقول لها جا خايب ناري يا خالتي، وبعض المرات كنبدا نبكي كنبدا نبكي، كنقول لها ناري يا خالتي والله ما عرفت، وانا ما كنعرف ندير حتى حاجه في الدار، وانا كنحس براسي عيب عليكم وسمحي لي يا خالتي. وخالتي عزيز على اللي كياخذ هاد الادوار، عزيز لا تبان بطاله، ومن بعد هي كتبدا تسلك معاك، كتبدا تقول لك صافي بنيتي والله حتى كتعرفي طيبي، ملي كتشوفني بحال هكا كعييت وبديت نبكي، وبعض المرات كندخل وكنتعمق في الدار، تصحابوني ترى ممثله واعره انا، وكنتعمق في الدار كنبقى على ناري، وانا ندمت خالتي تفوج تاني نتزوج، كان عليا تنتعلم في دارنا. كتقول لي لا بنيتي راه حتى وحده ما تزوجش معلمه، على مالي بنيتي تزوجت معلمه، كنقول لها خاطر راه دابا باقا ما كنتك ما دوش يا ربي تسمح لي. كتقول لي مالي نتزوجت معلمه، والو بنيتي راه انا راه بحالي بحالك، راه ما كنت نعرف نطيب، ما كنت نعرف نعجن، ما كنت قالت لي، وتا انا سكنت مع العدوزه وهي اللي هردتني وهي اللي علمتني وهي دارت ليا، ودابا تعلمي بشويه بشويه. كنقول لها لا خالتي سمحوا لي، وانا جيت هنايا وما كنعرف ندير حتى حاجه، وانا قلت زعما غنعاونك وغنهز عليك الحمل وحدو الساعه كتشوفني بحال هكا وكتبغي تلحسني من الارض، صافي بنيتي انا مزوقه فيكم ما تبكيش بنيتي، ورا انت بني. كنقول لها في خاطري نوضي شتك طيقتي الدور، شي نوضيتي في خاطري انا ما كلتي تشوفيني تقول انا هي الام وتي هي البنت، اش كتعرفي خالتي ديري في خاطري، سيري خالتي سيري الله يسمح لك. المهم قلت لكم البنات هذيك العدوسه دخلت معاها بالسياسه، بقات هذيك عدوستي كتجري معايا على الاولاد، واي طبيب والراجل ولا كيقول لها ما عنديش كتهز من فلوسها وتقول لي زيدي نمشيو عند الطبيب، نوضي تولدي زيدي، ومسكينه نمشيو عند الطبيب نجريو هنا ونجريو هنا حتى شي طبيب، طحنا عند واحد الطبيب واعر عطانا شي منشطات وهادي شربتهم عاد طحت حامله. ايوا منين حملت لك بواحد البنيه على مزويناتها. منين جينا فهادشي ديال السميات وهذا قالت لك حكا غنسمي على سميه ميمتي، قالت لك حكا انا عاجباني سميه امي وبناتي حتى وحده بغات ديرها وهذا وانا عارفه حنان ما غتخسرش ليا. نط انا قلت لها صافي امي، قلت لها صافي خالتي اللي بغيتي، قلت لها ما نوضش انا قلت لها لا ما تسميش على امي عمك وهذا، قلت لها واخا خالتي اللي بغيتي. وانا ندخل البيت قلت للراجل شوف ترى ما غتسميش لي امك سميه امي، قال لي وشنو غتسميها، قلت لي ولا قالت لك غتسمي على امها، وفعلا سميت امها كبيره. المهم قالت لي بغات تسمي رابحه، قلت لها ولا غتسمي رابحه فضل الله جرا بنتي صغيره على هاد السميه ما جاتش. قلت لي عرفتي اش غدير، وكيف ما قلت لكم الدق والسكات ما كاين غير الحيله. قلت لي شوف عرفتي شنو غدير، قال لي راجلي واش غندير دابا، امي راه قالت لك انتيا زعما ما تخسريش ليها وهادي قال لك راه اختي وكانت ضاربت معاه ما بغاش تسمي رابحه. قلت لي ولا من حقها، قلت لي انا خويا ما بغيتش، قلت لي شوف عرفتي اش غدير مع مو ما قارياش مسكينه، قلت لي غتكتب رابحه هادي، قلت لك رابحه انا كنت باغا ايه، قلت لي غتكتب ايه قلت لي غتقول ليها مثلا، قلت لي انت غتقول لي انا امي ما بغيتش رابحه، ولكن باش ندير لك خاطرك غادي نديروا القرعه، غنكتب سميتك وغنكتب السميه ديال
ديالو هو اللي هو كان باغي مريم، وانا كنت باغا ايه. قلت لي غدير ايه ومريم ورابحه وغادي نديرو القرعه وغنهزو. قلت لي وهي اللي غتهز، وزعما السميه اللي هزات قال لي صافي صافي. مشى عند مو قال لها شوفي امي هاد رابحه انا راه ما عجبتنيش. وقالت لي تبغي ديري بحال اختك وعباد الله واش مرتك اللي برانيه ولقيت فيها الخير. وقالت لي واخا خالتي اللي درتي. قال لها شوفي امي انت انا بغيت نسمي مريم وسميتها بغات تسمي ايه، وقالت لي منين بغات امك رابحه ماشي مشكل، وانتي بغيتي رابحه غنكتبوا رابحه وغنكتبوا مريم وغنكتبوا ايه وغنديروا هكا القرعه وانتي اللي غتهزي، والسميه اللي هزيتيها على تقليد يا امي غنسميوها. وراه فعلا السميه اللي هزيتها على تقليدي. ناض واش كتب؟ كتب ايه ايه ايه. قال لي خلينا نكتب مريم. قلت ليه والله يا امك تكتب 3 ايه. كتب ايه 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 صافي. ودرنا هكا حركناها وهي تهزها، جات تهز وهي تهز ايه. وهي اصلا راه كاينه 3 ديال ايه. هزت ويحلها راجلي وعدوستي ما قارياش، ويقول لي قال لي ويهز ويخنزر ويقول لي تو ويدورها لي. قال لي شوفي. قلت لي شنو ايه؟ واو. وانا نقول لها انا لي خالتي جات ايه، وهي تقول لي جات ايه كيفاش جات ايه؟ قلت لها انت خالتي خلطنا وهزيتي بيدك. ايوا هزات ديك الورقه وما تاقتش فينا. هزات ديك الورقه تناتها وخشاتها في عبمونه. قلت لها خشا. قالت لي نمشي عند بنتي ونتاكد واش هذه ايه ولا كتكذبوا عليا. قلت لها صافي. قلت لها في خاطري هزيتها الاخرى راه ب3 ايه ايه ايه. صافي ناضت هذيك دوزتي بحال تقلقت شويه وداك الشيء على ولدها. قالت لي وخليني. قال لها صافي اتفقنا غنديروا القرعه. المهم حتى ما تبقايش تفلي. قال لها انا براسي باغي مريم، ومنين جات فيها حشومه قال لها واش نصدقوا ما عندناش الكلمه. ودرنا مع ديك دوسي السياسه. وهزت ديك الورقه شحال وهي هزها في عبونه حتى جات بنتها وقلبتها. قالت لها قري لي بنتي هذه. قالت لها ايه. وهي تقول لها تو غلبتوني. قالت لها راه درنا القرعه ودرنا السميات وجات في هاد ايه. وقالت لها امي مشي معدي من ديالك. قالت لها راه جات ايه. قالت لها ويلي امي مشي على رابحه. وطلات ديك بنتها قالت لها واش تسوق كنتي مبغيتيش تسميها راه بنت الناس وبغات تسميها. ايوا صافي قلت لكم ولدت. دوزت واحد السبوع مبرع و40 يوم عدوسي. كتقول لي والله لا نطي والله لا وقفتي. وقفت لي على شغلي البنات ووجدت لي ودي وديك امي مشيت تفاهمت مع امي وانا ربحت عدوسي. في الاول كانت قاصحه وكانت باغا تخدم معايا كي ننسى وما عرفت شنو كانت باغا تخدم معايا، ولكن انا بقيت معاها بالسياسه حتى ولات كيف ما قلت لكم كتموت وكتسطع عليا. صافي البنات هذيك عدوزتي. المهم دوزت داك السبوع بالربعينيه اللي كيجي عندي كيقول لي سعداتك وفرحاتك بعدوزتك. سعداتك راه انت اللي تزوجتي وانت اللي درتي العدوزه. اويلي يا صاحبتي عدوزتك مقابله كنت كنقول لهم قولوا اعوذ برب الفلق حيدوا عينيكم علينا حيدوا عينيكم علينا. وعدوزتي كتقول لي تخيلوا 7 ايام انايا درنا السبوع على 7 ايام وانا كنقدر نوض. كتقول لي جلسي غيضربوك بالعين. جلسي ديري راسك باقا عيانه. كنقول لها خالتي زعما راني كنحس براسي مزيان. كتقول لي جلسي وديري راسك باقا عيانه. انت مالك كطيري ديري راسك باقا عيان. وهذيك الدوسيه اللي قايمه بالواجب هي اللي تقمط ليا ديك البنيه هي اللي دير. وبنتي بدات كتكبر وكنبغي نخرج انا وراجلي. كتقول لي حطي البنت سيري خرجي انت وراجلك. منين زدت دارت البنت تلهات معاها ونسيتها انايا. ولا تقول لي عطيني الدريه وخرجي انت وراجلك. نخرج انا وراجلي نمشيو هنا نعيش انا وراجلي نحبوا الغرام ومو مقابله لي الدريه. والحمد لله صدقت رابحه الرضا ديال العدوسي وصدقت رابحه خلاوها راجلي وهنا عايشه بخير وعلى خير. وشنو خاصني من هاد القصه البنات؟ بغيتكم تستافدوا ان الحيله احسن من العار، وطيري حتى تعياي وتنزلي حتى تعياي. والله ما كنتي لبيبه وحكيمه ولسانك حلو يلا صورتي شي حاجه. راه فيا من طغى وفيا من قباح وفيا من فرق ونقول لي فرقني على داركم، ولكن هذاك الصالير ديال راجلي انا عارفه ما غيقدنيش. والنهار الاول تفاهمت انا والراجل اننا غنمشيو وغنسكنوا مع مو وكل شيء هو هذاك. تفاهمت انا وياه ما جاش حتى الاخر ونعاود الدريه صغيره ونبدا نقول لي لا حقا خرجني دير لا لا. البنات الصراحه مو كانوا فيها شي فعيل ديال شي كون كانت شي وحده اخرى في بلاصتي ما غتفاهمش معاها نهائيا، ولكن انا قلت اجي نتقرب منها. في الاول كنت كنصرف وكنت كنشري في عوض نشري بيجامه كيعطيني فلوس. راجلي كان كيعطيني فلوس انا كيقول لي شري شي حاجه في عوض ما نشري بيجامه نشري جوج، في عوض ما نشري صباغه ديال الشعر نشري جوج. وانا كسبت عدوسي هي ولات مسكينه المانطه ديالها وحاطه لي في يديا. البنات تعاملوا مزيان وراه حتى حاجه ما دايما قسما بالله الكمال لله. غير هو الانسان ما يطغاش بزاف. راه هي المراه الا بغات تسلب الراجل راه كتسلبوا الوالدين وكديروا تحت الصباط كيف ما تيقولوا. يعني كاين شي عيالات
كتاكل الراجل بهضرتها، كتاكل بديك حتيت المخده وبالمعامله الزوينه وداك الشيء حتى كينسى مو كينسى با وكينسى خوتو. ولكن راه والله لا ربحتي، راه غدا ولا بعد غدا تنتي راه عندك ولادك راه كيكبروا، تنتي مرت ولدك راه غدير لك نفس الفيلم اللي درتي لعدوزتك. كوني متاكده راه نفس الفيلم كيتعاود، وديك الساعه غادي تولي مشتاقه غير ولدك تشوفيه وما غتشوفيش. لاش اختي انا غنفرق الراجل مع مو ولا غنفرق؟ لا لا اختي، خلينا مجموعين وعايشين بخير، وها هي معاوناني على البنيه وانا معاونه على الدار وموانسه انا وياها وبالدنيا وما فيها ما خاصنا حتى شي خير. فانا حبيباتي كنكون وصلنا للنهايه ديال القصه. كنتمنى تخليو تعليق لصاحبه القصه، والى عجبتكم هذه القناه ما تنساوش تشاركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في قصه جديده، وتبقاو على خير.